الشخص صاحب العلامه التجاريه، او لو انا صاحب علامه تجاريه وانا جيت اسجل علامتي التجاريه فوجئت ان في احد الاشخاص قدم على نفس العلامه دي وبدون علمي، من حقي قانونا ان انا اقاضي الشخص ده واختصمه قدام المحكمه عن طريق ان انا بقدم دعوه قدام المحكمه، دعوه قضائيه بختصم فيها الشخص اللي سجل علامتي ده، وبختصم فيها الاداره العامه للعلامات التجاريه او السيد رئيس الاداره العامه للعلامات التجاريه او السيد رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه بصفته، واقول فيها ان انا صاحب الاولويه في الاستعمال. ليه؟ لان المكتب الحكومي ما بيفصلش في ملكيه العلامه او ما بيقولش مين صاحب الاولويه في استعمال العلامه، لان القانون اصلا في الاساس قال ان صاحب العلامه التجاريه او مالك العلامه التجاريه هو من قام باستعمالها وليس من قام بتسجيلها في الجهه الاداريه. فانا هثبت ازاي ان انا صاحب استعمال العلامه التجاريه؟ هثبته من خلال تقرير فني بيتقدم للمحكمه عن طريق خبير، المحكمه بتعين خبير، الخبير ده بيقول مين صاحب الاولويه في الاستعمال، وبعدين المحكمه بتنظر لتقرير الخبير وبتحكم في اغلب الاوقات بتقرير الخبير اللي بيقول مين صاحب الاولويه في الاستعمال. لو المحكمه اثبتت ان انا صاحب الاولويه في الاستعمال بتحكم بشطب تسجيل العلامه اللي قام الخصم بتاعي بتسجيلها واثبات ملكيتي للعلامه التجاريه الخاصه بالدعوه اللي هي بتاعتي، وبتلزم اداره العلامات بشطب التسجيل وتسجيل علامتي، وبناء عليه بسجل علامتي بس بعد ما باخد اجراءاتي القانونيه ضد الشخص وضد الاداره العامه للعلامات التجاريه عشان اثبت اولويتي في الاستعمال.